مستعد تسمع الحقيقة عن كندا؟ الحقيقة اللي محدش بيقولها لك؟ كتير من العرب فاكرين ان كندا هتقبلك على طول وهتديك فلوس على المعيشة ومش محتاج تتكلم انجليزي او يكون عندك حساب في البنك. لكن فين الحقيقة؟ كلها خرافات كبيرة، كلها خرافات كبيرة. النهاردة هكسر كل الخرافات دي وهوريك مش بس الواقع الصعب، لكن كمان حاجات ممكن تصدمك، حاجات كل واحد بيعيش هنا بيشتكي منها. تابع لحد الآخر علشان تعرفها كلها. الخرافة الأولى: كندا هتدفع لك فلوس على طول. دي أول خرافة كبيرة. الناس فاكرة إنك أول ما توصل كندا هتلاقي الحكومة جاهزة تدفع لك فلوس، تدفع لك إيجارك والمصاريف كلها. لكن الحقيقة مش كده. الحكومة ممكن تساعد الناس المحتاجين في حالات محددة، لكن ده مش لكل الناس، ومش معناه إنك هتعيش على الهوا. اللي جاي كندا لازم يكون عنده فلوس تكفيه أول 3 أو 6 شهور علشان يقدر يدفع الإيجار، الأكل، المواصلات، وأي مصاريف طارئة. تخيل كده توصل كندا ما تعرفش حد وما عندكش شغل ومصاريفك بتكبر كل يوم. ده إحساس صعب جدا، وكتير من الناس بيبدأوا يحسوا بالضغط النفسي بعد أول أسبوع. الخرافة التانية: إنك مش محتاج إنجليزي أو أي مهارات. تاني خرافة: الناس فاكرة إنك أول ما توصل كندا مش محتاج إنجليزي، لكن الحقيقة ده مستحيل. Impossible. الحياة اليومية هنا مش سهلة من غير لغة. هتحتاج تتكلم مع الناس، تشتري حاجات، تتعامل مع المستشفيات أو البنوك أو المواصلات. لو جاي على كندا علشان شغل أو دراسة، معظم البرامج بتطلب مستوى معين من اللغة، سواء آيلتس أو CLB. ده مش بس شرط للهجرة، ده كمان هو اللي هيساعدك تكمل حياتك بسهولة. تخيل كده تدخل سوبر ماركت ومش قادر تفهم الموظف، أو تكلم الدكتور ومش قادر توصف له مشكلتك. الإحباط هيبقى كبير جدا، علشان كده اللغة مطلوبة. الخرافة الثالثة: الحساب البنكي مش مهم. تالت خرافة: ان الناس فاكرة انك اول ما توصل كندا مش محتاج حساب بنكي او فلوس في البنك. الحقيقة ان الحكومة الكندية عاوزة تتأكد انك تقدر تعيش وتدفع مصاريفك، وده جزء من شروط الفيزا او الهجرة. لو حد فاكر انه هيجي كندا ويمشي على الهوا كده، ده مش هيحصل. الحساب مهم جدا، وده اللي بيخليك تبدأ بداية سليمة من غير مشاكل مالية. الخرافة الرابعة: كل واحد بيجي على كندا هيلاقي شغل بسهولة. الشغل في كندا متاح لأي واحد بيجي، لكن الحقيقة الواقع مختلف. اللي جاي كندا غالبا هيحتاج يبدأ من شغل بسيط بارت تايم، خصوصا لو اللغة عنده مش قوية أو الخبرة عنده محدودة. كتير من الناس بيجوا على كندا فاكرين إن الشغل هيبقى عالي، لكن الواقع المنافسة قوية جدا، والنجاح محتاج صبر ومهارات. تخيل كده شخص جاي كندا ومعهوش خبرة كويس وبيحاول يلاقي وظيفة محترمة. ممكن يضطر يشتغل في حاجات كتيرة في الأول، أو شغل في مطاعم عشان يقدر يعيش. يبدأ بداية صغيرة وبعد كده هيتطور. الخرافة الخامسة: الحياة في كندا كلها هدوء وسعادة. كندا كلها حياة هادية وسعادة، لكن الحقيقة الناس بتشتكي من الغلا، الشتاء القارس، صعوبة الشغل أحيانا، البيروقراطية. بس في نفس الوقت لو صبرت وعملت خطوات صح، الحياة ممكن تكون أفضل من بلدك. بس مش هتيجي جاهزة على طبق من دهب، لازم تشتغل على نفسك عشان توصل لكده. Hard work. الخرافة السادسة: الرعاية الصحية مجانا لكل حاجة. الناس فاكرة ان الرعاية الصحية في كندا كلها مجانية. الحقيقة ان الخدمات الأساسية مجانية للأشخاص المسجلين في النظام الصحي، لكن بعض الفحوصات أو الأدوية أو خدمات الأسنان ممكن تكلفك فلوس. في طبعا أشغال ممكن تشيلك نص الثمن أو ممكن تشيلك أكتر، بس ده حسب شغلك. يعني لو واحد فاكر انه هيجيله كل حاجة مجانا، هيتفاجئ بالمصاريف الإضافية. آخر خرافة: الناس هنا كلهم مؤدبين وسهل تتعرف عليهم. Are you sure? الناس مؤدبة ومنفتحة على طول، لكن الحقيقة الناس هنا محترمة بس مش كل واحد هيساعدك أو هيبقى صديق ليك على طول. بعضهم بيحتاج وقت عشان يثق فيك، وبعض المواقف هتحسسك بالوحدة خصوصا في البداية. الخرافات دي لازم تعرفها قبل ما تحلم بالهجرة أو الدراسة. الحياة هنا ممكن تكون ممتازة، لكن مش هتيجي جاهزة على طبق من ذهب. لو عاوز تعرف أكتر عن الحياة اليومية، مصاريف المعيشة، الشغل، ما تنساش تشترك في القناة، اشترك في القناة وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد مني. واكتبوا لي في التعليقات تحت ايه اكتر خرافة سمعتوها عن كندا، واشوفكم الفيديو الجاي في كندا بعيون واقعية.